ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بكيكه الاوريو. او لعشاق الاوريو، الناس اللي بتحب البسكوتات الاوريو او الشوكولاته. النهارده هنعملها بطريقه حلوه قوي، بدون فرن، بدون بيض، بدون زيت، بدون اي حاجه خالص. هنعملها في طاجن وهندخلها الميكروويف. لو ما عندكيش طاجن ممكن نعملها في مج بورسلين من اللي هو بيخش الميكروويف، او نعملها في الفرن بتاعنا العادي. هنا بقى ايه؟ لو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي ايمان. يا ريت تشرفيني في القناه وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس و... و... ويوصلك كل جديد. يلا بقى نوصل، نبدا بالوصفه. هنا معايا طاجن، معايا أربع باكت من الأوريو. 2 باكت من الأوريو هكسرهم وهحطهم في الطاجن، وهشيل 4 وحدات على جنب عشان نعمل بيهم صوص الأوريو. هنا بقى هبدأ أكسر في الأوريو زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل ده كده في الطاجن. وبعد كده بقى ايه؟ عند ال4 دول في جنب عشان نعمل بيهم صوص الأوريو. هبدأ أنزل على الأوريو اللي أنا كسرته. لكل واحدة أوريو معلقة حليب، معلقة لبن أو معلقة حليب، عشان الناس اللي مش عارفة اللبن ايه، يعني اللي هو الحليب. يبقى احنا هنا كده نزلنا. لو حطيتي 4 بسكوتات اوريو هتحطي 4 معالق كبار من الحليب. وهنبدأ بقى ايه؟ هتزودي الكمية، زودي اكتر. هبدأ بقى ايه؟ اقلب الخليط كده كله مع بعضه كويس جدا زي ما انت شايفاه في نفس الطاجن. وبعد كده هنزل بمعلقتين من الدقيق كبار. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهبدأ ايه اقلب الخليط كله كويس جدا مع بعضه في نفس الطاجن. ولا احتاجنا زيت ولا احتاجنا بيض ولا احتاجنا اي حاجه. يبقى الاوريو معلقتين الدقيق ونص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره سوري من البيكنج باودر. وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره، لو فرن عادي 180، ولو الميكروويف هنحطها في الميكروويف. هنا بقى هجيب الصوص برضو، هنعمل بقى الصوص بتاع الاوريو. جبت الاوريو الاربع وحدات اللي عينتهم كسرتهم، وهنا بقى نزلت عليهم بمعلقه من السكر ومعلقه من الكاكاو ومعلقه من النشا. هتنزل لكم دلوقتي معلقه النشا. يبقى احنا كده الاوريو الاربعه اللي احنا كسرناه نزلنا عليه بمعلقه من السكر ومعلقه من الكاكاو ومعلقه من النشا، مع 4 معالق كبيره. وبعد كده هنزل ب4 معالق من الحليب زي ما انا قلت لكم، كل بسكوتيه عليها معلقه كبيره من الحليب. وهبدا ايه؟ اقلب الخليط كويس جدا مع بعضه. وبعد كده هنزل بيه على نار وسط. هنا بقى بدأت أقلب الخليط كله مع بعض اهوت، النشا مع الكاكاو مع معلقة السكر اهوت. هبدأ أخلطهم كويس. وبعد كده هنزل بيهم على النار واحطهم على نار وسط، واسيبهم ايه لما يتقل معايا. لو حسيتي ان الخليط تقل منك قوي، انزلي عليه زوديه بمعلقه من الحليب عادي. لو حسيتي ان القوام معاكي حلو كويس مش محتاج، خلاص ما تزوديش حليب. وهبدأ أقلب على نار وسط كده بالشكل اللي انتوا شايفينه لغاية ما يديني النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا كنت حسيت ان هو تقل مني شويه وزودت. هنا بقى كنت طلعت من الفرن، كانت الكيكه استوت، وجربتها بالخله بتاعه الشيش طاووق، لقيتها طلعت معايا نظيفه. عرفت ان هو كده ايه؟ الكيكه استوت. هنزل بقى عليها بالصوص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، الصوص اللي احنا عملناه اهوت. بصوا الكيكه هشه وحلوه جدا. نزلت بقى بالصوص كده. وبعد كده لو انت عندك بقى اي حاجه، شوكليت شيبس عندك، شوكولاته بشوريها. انا هنا كان عندي شوكولاته بشرتها ونزلت بيها، زينت بيها الوش كده بتاع الطاجن. مش قادره اوصف لكم، حلو جدا. وجبت واحده برضو من الاوريو وعملت شكلت بيها الوش كده، شكلها حلو قوي. بصوا طعم وشكل وريحه حلو جدا، هيعجبكم. حاجة حلوة كده تعمليها سريعة، وبمناسبة بقى ان احنا داخل علينا رمضان، او دلوقتي الناس اللي بتسهر زي كده وبتبقى عايزة تاكل حاجة حلوة بالليل مع كوباية شاي، او كوباية شاي بحليب زي ما انتوا شايفين كده. اوريها لكم بقى. بصوا الكيكة مستوية وهشة وحلوة جدا، وبتهيألي مفيش اسرع من كده بقى. بصوا الجمال، حلوة قوي قوي. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف عليكم.
ولو انتي اول مرة تشوفيني، انا اسمي ايمان. مش تنسي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. ان شاء الله باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم بألف خير. مع السلامة.